فمخك فورا بيعمل استدعاء لشعور الألفة ويفرزه في جسمك. ده غير إن في دراسات تانية بتقول إننا بنميل أكتر للناس اللي ملامحهم شبه ملامحنا، كأننا بنشوف نسخة مننا في الآخرين، وده بيخلق شعور وهمي إننا اتقابلنا قبل كده. وعلى فكرة الظاهرة دي بتزيد جدا عند الناس اللي ملاحظتها قوية، لأن قاعدة البيانات جوه في دماغهم الوشوش عندهم بتبقى أضخم بكتير من الأشخاص العادية. يعني كل ما كنت انت مركز في التفاصيل، كل ما مخك بقى عنده داتا أو بيانات كتيرة يوقعك بيها في الفخ ده. يعني في النهاية يا شباب، الحكاية كلها إن ذاكرتك البصرية عاملة بالظبط كده زي أمين مكتبة شاطر جدا، بس ساعات بيتلخبط في ترصيص الكتب. انت بس مخك بيحاول يربط أي حد جديد بحد قديم عشان يحسسك بالأمان وانت بتتعامل مع الناس الغريبة. قولي بقى، حصلت لك كده قبل كده وفضلت تحلف انك شفت الشخص ده وفي الاخر طلع مخك بيشتغلك؟ مستني اسمع حكاويكم في الكومنتات. وبكده خلصت حلقتنا، وما تنساش تشارك رأيك في الكومنتات، وما تنساش تتابع صفحتنا علشان يوصلك كل جديد. سلام.